بصوا كده يا حبايبي، انا خلصت المنيه اللي تحفه تحفه تحفه، اللي بالعجوه في منتهى الجمال. قد ايه هو ريحته تجنن، بالسمسم بالمحلب، طحنت انا الشمر مع الليسون مع الكمون، حطيتهم مع بعض. ريحه عايزه اقول لكم تحفه تحفه فعلا. طريقه جميله وطريقه نظيفه، واحنا عارفين ضامنين السمنه والزيت اللي احنا حاطينه. الحاجات بقت غاليه جدا يا جماعه، حتى في الافران او في اي محل. حاجات احنا برضو مش ضامنينها. فانا كل حاجه برضو جديده انا بقى عندي في بيتي، بعملها في بيتي وفي مطبخي، انا بوريها لكم برضو. حاجه جميله جدا. وبصوا العجوه طريه يا جماعه، وهو طري فعلا. بصوا في منتهى الجمال ازاي طري وكويس جدا وهش وحلو جدا. وجربوا الطريقه ولايك وشير يا حبايبي عشان تشوفوا كل حاجه جديده عندي، واشوفكم دايما على خير. اللهم بلغنا رمضان. باي باي حبايبي. اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل المينيه الحادق اللي هو حلو قوي، الواحد ياكله مع كوبايه شاي او نفطر بيه او نتعشى بيه. هخش على المقادير على طول. انا معايا كيلو من الدقيق يا جماعه، حطيت عليه ذره ملح، وبعد كده هنحط عليه 3 معالق نشا. اوكي، 3 معالق نشا كده واحده واحده. ومعايا 4 معالق من السمسم محمصاه، هنحط عليه برضو كل الحاجات الجافه كده مع بعضيها. ومعايا معلقه محلب و3 معالق من الشمر وكمون والياسون. دي حاجات بقى ايه زيادات، كل واحد يحب الطعم الحاجه يحطه يعني، بس دي حاجات برضو اساسيه بتدي طعم حلو جدا للمينيه وكده. ماشي يا حبايبي. وبعد كده هنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر اهو، كل الحاجات الجافه كده مع بعض وهنقلبهم. طبعا احنا عايزين نحط قاعده برضو زي المربى وزي الحاجات دي كده. اي كيلو دقيق في القرص او المينيه او عايزينها ناعمه، انا هحط نص كيلو من السمنه على الزيت. ماشي يا حبايبي، يعني هحط كوبايه ونص من الزيت او كوبايه ونص من السمنه، وهحط كوبايه زيت. دي بتاخد نص، يعني كيلو دقيق عليه نص كيلو سمنه وزيت مع بعض، عشان يدينا حاجه كويسه وحاجه جميله. احنا بنعملها بقى احلى من الافران واحلى من المحلات، حاجات بيتي بقى يا جماعه، واحنا عاملينها يعني عاملينها في بيتنا، فلازم تبقى الحاجات دي كويسه. ومعايا اهي السمنه، انا هعمله في العجان. انا هنزل بقى الدقيق وهنزل عليه السمنه، وثانيه واحده. بصوا يا جماعه، انا كده انا كده ضربت بضرب الدقيق مع كل الحاجات اللي هي الجافه مع بعض، وهنزل بنص كيلو السمنه حبه حبه هنحطهم، بحيث ان احنا نضربها بقى واحده واحده كده مع بعض. وهكتم الصوت طبعا عشان انا مش هتسمعوني. عجنته بقى يا جماعه بالعجان كويس جدا، بسيته خليت كل الدقيق شرب السمنه بتاعته. بصوا شكله في منتهى الجمال. حطيت معلقه خل كمان. المعجنات يا جماعه معلقه الخل دي بتخليه في حته تانية كويسه قوي. وبعد كده حطيت معلقه خميره كبيره مع معلقه سكر، عشان نتاكد ان الخميره بتاعتنا كويسه. وهنقلبها كده ونحطها حبه حبه بقى، ونلفها تاني. ماشي يا حبايبي اهو، انزل بس كده حبه حبه، وثانيه واحده. بص، انا حسيت ان العجينه لسه ناشفه شويه، حطيت نص كوبايه لبن برضو يا جماعه، وهنعجنها برضو هلفها مع بعض. وخليكم معايا وثانيه واحده.
بدأت العجينة تلم يا جماعة، شكلها بقت جميلة جدا. أنا مش عارفة أتكلم برضو بالصوت العالي ده، بس أنا بوريكم الطريقة برضو اللي أنا بوريكم إن هو العجان بيعمل. لو مفيش عندنا عجان احنا لازم برضو نبثه كده بحيث إن كل العجينة تخش مع بعض يا جماعة، كل المكونات. بصوا حبايبي بقى العجينه في منتهى الجمال طلعت ازاي معانا، وبقت حلوه جدا معانا وكويسه اهي. بصوا عامله زي الملبن. احنا بقى هنسيبها تريح شويه كده، وهحضر بقى انا هعملها بالعجوه يا جماعه. ممكن اعمل نص بالعجوه ونص بالساده، وخليكم معايا حبايبي. انا معايا العجوه، معايا نص كيلو من العجوه. انا فرمته في المفرمه وحطيت معلقه زبده وحطيته على البوتاجاز كده مع الطاسه، خليته يطرى كده مع بعضه، وفرمته كله كميه كده صوابع بحيث ان احنا نحطها في الميني يا حبايبي. ماشي خليكم معايا حبايبي. بقى انا بفرد العجينه كده وبنلفها كده مع بعض. واخدين بالكم اهو، وببرمها كده وبنقطعها بقى زي ما احنا عايزين، زي كعب الغزال كده اللي بنشتريه من الافران والمحلات اللي بره. وهعمل كميه بقى وهوريكم. انا بعمل معاكم واحده بس عشان انا برضو بصور لوحدي، فثانيه واحده وخليكم معايا. بصوا يا حبايبي في منتهى الجمال بنعمل كعب الغزال اللي بتاع بره. جميل جدا وشكله جميل، والعجينه تحفه تحفه تحفه، وريحه الشمر بقى مع الكمون مع المحلب في منتهى الجمال يا جماعه. حاجات جميله وسهله وما بتاخدش وقت معانا والله. بصوا العجينه طريه جدا وحلوه جدا، تابعوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. انا بعمل بس الكميه كلها وبوريكم برضو كده ان هي سهله في التقطيع وما بتاخدش ثواني يا جماعه. ماشي يا حبايبي. بصوا يا حبايبي عشان السمسم ما يقعش مننا، انا معايا ربع كوبايه لبن ماشي، وهحط معلقه عسل اسود عليهم. بقول لكم التكات اهوت والحركات بتاعتي واسرار المطبخ. هنحط معلقه العسل وهنقلبه كده هنقلبه مع اللبن، وهنجيب الفرشه ونقص الوش بتاع القراقيش اللي هي المينيه اللي هو بالعجوه، ونحطه عشان نحط عليه قولوا معايا نحط السمسم ما يقعش. ماشي يا حبايبي ثانيه واحده. بصوا بالفرشه وهنحط كده على الوش، وبعد كده نحط عليه السمسم بحيث ان السمسم ما يقعش مننا وبيحمر الوش ده يا جماعه. دي تكه برضو من الفرن الافران والمحلات الكبيره. انا عندي برضو كل الاسرار بتاعتهم، وهنحطه كده في منتهى الجمال، وهحط عليه السمسم. وثانيه واحده. بصوا بقى انا بحط السمسم كده يا جماعه على الوش. بصوا شكله بيبقى جامد ازاي وحلو قوي. هدخل الفرن وخليكم معايا. برضو الفكره دي برضو اللي ما عندوش يا جماعه عسل اسود ممكن اللبن بس. قبل ما نقطع بقى هحط انا كده العسل الاسود باللبن عشان نرش عليه السمسم، عشان ما يدهولناش في الصاج وكده. فانا حطيت كده يعني قلت كده احسن اهو. بصوا قبل ما نقطع ونقطع سمبوكسه كده بقى جميله. كعب الغزال لما يتحدني اهو. بصوا منتهى الجمال، حاجات جميله وبسيطه ونضيفه، وزي ما قلت لكم كل حاجه انا بوريها لكم بعملها ببيتي وبوريها لكم حبايبي. زي ما قلت لكم اللي انا بعمل ايه، بحط كده العسل بشويه اللبن اللي عندي زي ما احنا اتفقنا عشان نحط السمسم. انا بوريكم برضو علشان بدل ما نقطعه. انا وريتكم برضو الجزء اللي فات، انا بدل ما اقطعه بحط كده بروح رش عليه السمسم كده. طريقه سهله. بصوا يا جماعه اهو، حاجات جميله وحاجات نظيفه جدا، واحنا بنعملها احسن من المحلات من بره. وحاجات غاليه دلوقتي. الكيلو بقى 200 و200 يعني احنا حتى لو كلفناه 200 جنيه في البيت ولا اكتر من كده او اقل، بس هو ما بيكلفش اكتر من كده يعني. بس حاجه نظيفه بقى، احنا عارفين ضامنين حاجتنا وضامنين النظافه بتاعتها، وحاجات جميله جدا. وبص طريقه سهله جدا. كعب الغزال. خليكم معايا.